ليه في ناس مش بيبان عليهم سنهم الحقيقي، ويعني ايه العمر البيولوجي؟ روحها خفيفة بس ديفا 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 ديفا. في حاجة لو عرفتي قيمتها صح هتغير نظرتك لعنايتك ببشرتك 180 درجة، اسمها مضادات الأكسدة، وهي السبب الحقيقي اللي بيخليكي تحافظي على نضارة بشرتك طول الوقت مهما عدى العمر عليه، لأن جسمك كل يوم بيتعرض لحاجات بتدمر الخلايا وبيأثر على عمرها، زي التلوث والتوتر والأكل الغير صحي والتعرض لأشعة الشمس وقلة النوم. الحاجات دي لما بتتعرضي ليها بتخلي بشرتك تطلع حاجة اسمها الجزيئات الحرة أو الفري راديكلز، ودي زي السموم اللي بتهاجم بشرتك وبتكسر الكولاجين اللي بيخليها دايما مشدودة ورطبة. هنا بيجي دور مضادات الأكسدة اللي بتحارب الفري راديكالز وتكسرها وتمنعها من إن هي تأذي بشرتك، يعني باختصار هي الدرع اللي بيحافظ على شباب بشرتك. مضادات الأكسدة مش بس بتحميكي من الفري راديكالز، دي كمان بتجدد خلايا بشرتك وبتحفز إنتاج الكولاجين الطبيعي اللي جوه بشرتك. طيب ده كلام جميل قوي، ناخد بقى مضادات الأكسدة دي منين؟ من الأكل اللي حوالينا. أول حاجة من مصادر مضادات الأكسدة هو فيتامين سي، وده هتلاقيه في البرتقال والفراولة والفلفل الحلو أو فلفل الألوان. تاني حاجة فيتامين اي، وده هتلاقيه في المكسرات وفي زيت الزيتون. البيتا كاروتين، وده موجود في الجزر والبطاطا. ومن اقوى مضادات الاكسده السيلينيوم، وده موجود في السمك والبيض والمكسرات. وكمان ضيف عليهم الشاي الاخضر والرمان والكاكاو الخام. ولو عاوزه تكملي عنايه ببشرتك وتحافظي عليها من مضادات الاكسده، هتستخدمي سيرم فيتامين سي بالنهار قبل واقي الشمس وقبل ما تتعرضي للشمس، وهتحطي بالليل سيرم ريتينول اللي بيحفز انتاج الكولاجين جوه بشرتك. خلي بشرتك دايما شباب وما تخليش العمر يبان عليكي، خليكي ديفا، خليكي ليدي.